الأولى: يأتيه عبد لا يشرك به شيئا يكله إلى غيره. وفي اللفظ الآخر: أن يتولاه رجل فيكله إلى غيره. من توحيد الله تعالى وعدم الشرك به سبحانه أن يتولاه عبده فيؤمن به ويتوكل عليه وينيب إليه ويتقيه ويتقرب إليه بمحابه ويذل له بعبوديته، فمن فعل ذلك تولاه الله. فالله سبحانه كما قال عن نفسه: والله ولي المؤمنين والله ولي المتقين. ومن تولاه الله كفاه وهداه وأيده ورعاه، كما قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل اليسير السهل المنير. وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فولاية الله تعالى لا تكون إلا مع الإيمان به. والله ولي المؤمنين الله ولي الذين آمنوا. فمن لا يكون مؤمنا لا تكون له ولاية من الله. ولذلك في صحيح البخاري وغيره أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان لما أصيب المسلمون: أفي القوم محمد ينادي أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة أي الصديق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. فقال لأصحابه أي أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت عدو الله، إن الذين عدت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم أخذ أبو سفيان يرتجز يقول: أعلو هبل أعلو هبل. هنا جاء التوحيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ذلك بأن الله مولى الذين وأن الكافرين لا مولى لهم. فالمؤمن مولاه الله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال ابن القيم: وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجبر المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه آمنه مما يخاف ويحذر
وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا تستبطئ نصره ورزقه وعافيته، فإن الله تعالى بالغ أمره، وقد جعل لكل شيء قدرا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. فأمر الله بتقدير الله وحكمته قد يتأخر وقد يتقدم. قال ابن القيم: فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل، فعقبه بقوله: قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا لا يتعداه، فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له. فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أرى شيئا ولم تحصل لي الكفاية. فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له، وهذا كثير جدا في القرآن والسنة، وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص. فسنة الله: أليس الله بكاف عبده؟ بلى وعزة ربنا، عبده المؤمن المتوكل عليه. قال الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سنة الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ونصر الله لمن والاه يكون في الدنيا ويكون في الأخرى. قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فولاية الله تعالى ثقة به وحده، وتوكل عليه وحده، وطلب الحاجة منه وحده، وتوجه القلب إليه في كل حال. قال ابن تيمية رحمه الله: وإما يقوي هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره، وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم. إذا منعك أحد إنما المانع هو الله، لا تلوم الناس. قال: فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه. ومن توكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح. يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. فإذا عرفت ضعف الخلق استرحت، إنما كان قلبك يركن إلى ركن شديد إلى رب العالمين سبحانه. فمن تولاه الله، فمن يتولى الله فالله يتولاه، حق كتبه الله على نفسه لعبده. فبقدر الولاية تأتي الولاية من الله والمعونة. وقد حذر الله صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام من الانحراف عن ولاية الله والميل عن طاعته إلى طاعة أعدائه، وبين نتيجة ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وهذه الجملة تحتها كلام كثير،
ومعان من الإيمان والتوحيد عميقة، 3 حقا على الله أن يفعلهن بالعبد: يأتيه عبد لا يشرك به شيئا يكله إلى غيره، أن يتولاه رجل فيكله إلى غيره فيعذبه، هذا خلاف وعد الله لعبده، ومن أوفى بعهده من الله؟ فالله يكرم من آمن به وتولاه، فاحفظ الله يحفظك، بل الله أكرم وأمن وأجل. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة.